السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كنزة كوكين. بعد غيبة طويلة جيتكم بوصفة مخلل الفلفل. لهاد الوصفة نحكم هادوك الفلفلات الصغار الحارين نحطو في بايط تاع الزجاج. من جهة نحضر الخل، ندير 2 كيسان تاع الماء، كاس واحد تاع الخل، مغرفة السكر والملح، شوية ملح يعني حسب الذوق، وندير شويه فصوص توم داخل كامل هذوك البايض تاع الزجاج. دوك تشوفوا الصوره كيفاه، مع شرائح تاع الليمون. هنايا وريت لكم الصوره نديروا فصوص توم، يعني الا كانت الباطه كبيره ديروا بزاف تاع الثوم، يعني حسب الكميه، مع شرائح تاع الليمون. ونفرغ لها هذاك الخليط، يعني هذاك الخل. بعد ما نعمر هذيك الباطة ندير لها سيلوفان ونغلقها بإحكام باه ما يدخلهاش الريح، يعني ندير لها السيلوفان باه ما يدخلهاش الريح. بالنسبة للباطة كيما هذه ندير لها حوالي شريحتين تاع الليمون مع 6 فصوص توم. تخليه هكاك في الكوزينة حتى يتغير اللون تاعو، يعني حوالي 3 أسابيع. بعد ما يتبدل اللون تاعو بهذا الشكل نخبيه في الفريجيدير باه ما يفسدليش. هاي ليك النتيجة اللي تحصلت عليها، الذوق تاعو رائع، احسن من تاع المحلات. ننصحكم تجربوه. وصلت لختام الفيديو، نقول لكم شكرا على المتابعة، ما تنسونيش باشتراك وجيم وكومنتير باه تشجعوني، وضغطوا على زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد. الى فيديو اخر ان شاء الله.